حبايبي الغاليين أصدقاء القناة، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة رحلتنا هتكون إننا هنتابع عربية بابا نويل اللي راكبها وشغال يبعتر في الهدايا شمال ويمين علشان نعرف المكان السري اللي هو مقيم فيه. يا ترى هو هيستقر زي ما بيقولوا في القطب الشمالي، ولا في مكان محدد وبلد محددة هو هيرسى فيها؟ يلا بينا ورا بابا نويل. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة بالضغط على علامة سبسكرايب واللايك والشير والتعليقات والذي منه، وبالمتابعة الدقيقة يا أصدقائي لعربية بابا نويل. لقيناها دخلت حدود دولة فنلندا، مش بس دولة فنلندا، خلينا محددين أكتر، دي دخلت إقليم لابلاند وراحت قرية اسمها قرية سانتا كلوز الشهير ببابا نويل، والقرية دي اسمها رافانيمي. احنا بقى علشان نروح رافانيمي نركب لمطار هلسنكي عاصمة فنلندا، ومنها نركب طيارة تانية، يا إما نركب القطر الجيرين الأمور اللي قدامنا ده. اللي قدامنا ده محيط منزل بابا نويل في قريته، واللي دايما مليان بالزوار من كل أنحاء العالم بيجوا علشان يسلموا على بابا نويل وياخدوا صور معاه، يحضروا حفلاته ويشتروا هدايا، وكمان يتابعوا طريقة عمله وحياته ومعيشته ازاي. وفي آخر الرحلة ما بيفوتهمش انهم يتفرجوا على ظاهرة الشفق القطبي، ودي ظاهرة هنشوفها في آخر الفيلم، تابعوا معانا. الزوار اللي بيجوا في الأصل علشان يسلموا على بابا نويل ويقضوا يومين معاه ما بيفوتهمش انهم يستغلوا الطقس الثلجي دون، وبيمارسوا كل الرياضات الثلجية اللي فنلندا عموما مشهورة بيها جدا. وبالمناسبة معروف ان فنلندا اكتر دولة بتستهلك قهوة في العالم، وبرضو من المعروف انهم عندهم 3 مليون حمام ساونا، وبعد ما بياخدوا حمام الساونا او البخار بينزلوا يغطسوا في المية المثلجة للانهار، لان عندهم 180 ألف نهر. بابا نويل في قريته عنده مواصلاته الداخلية اللي عليها صوره، واللي اكتر من كده هو بيقعد يفرز كل الجوابات اللي جاياله من كل انحاء العالم، واللي بيستلمها من خلال البوسطة أو مكتب البريد الخاص بالخطابات اللي جاية لبابا نويل فقط. وآدي قدامكم خريطة المراسلات، وآدي الجوابات، وآدي مكتب البريد وصندوقه، وده كمان المعرض بتاع بابا نويل. من أهم وسائل الترفيه في رافانيمي الحفلات اللي بيعملها بابا نويل، لأن هو لازم بيعمل لضيوفه حفلات وليالي ملاح. وبيتجول بقى بعربيته في مزرعته اللي فيها الغزلان والكلاب الهاسكي اللي مشهور جدا انها موجودة هناك. اللي بيمارس الرياضات الثلجية الله معاه، واللي بيحب ان هو يروح ياكل في مطعم كله من التلج الله معاه برضه. بيوت تلج، معارض تلج، مطاعم تلج، كافيهات تلج، الدنيا تلج تلج. وبيعملوا كل الأماكن اللي بينزل فيها الزوار أو السياح عندهم كل النوافذ داير ما يدور من الإزاز عشان الناس تستمتع بجمال الطبيعة
في وقت التلج تلج، في وقت المطر مطر، في وقت الربيع ربيع، والصيف صيف. بابا نويل اهو في قريته في مكانه عايش حياة طبيعية خالص زي اي حد عايش في بلده. اللي قدامنا ده ظاهرة بتحصل في السماء، انعكاسات ضوئية اسمها الشفق القطبي. سبحان الله، شايفين الجمال والإبداع بتاع الخالق سبحانه وتعالى. كل الناس بتروح علشان ترصد وتشوف الحركة دي، واللي ما بيقدرش يشوفها بليلة بيروح مرة تانية لحد ما بيتمكن ان هو يشوفها، لان مش معقول يوصل لحد هناك وما يشوفش هذا الجمال والإبداع. وبعد ما عملنا جولة في رافانيمي قرية بابا نويل، بنرجع لشخصية بابا نويل المحببة، ووشه الممتلئ المدور، لحيته البيضة، جسمه المليان، وبنقول له تعيش لكل سنة وتسعدنا يا بابا نويل. وفي الأصل القديس نيكولاس، وبنقول له تعيش وتدينا روح العيد والعطاء والبهجة يا راجل يا طيب. كده تنتهي جولتنا النهاردة، وبرة تانية كل سنة وانتوا طيبين. نقابلكم في مكان جديد ومعلومة جديدة، وباي.